والله لعن والده والديك، لو ما جيتني اليوم تتغدى عندي ولا تتعشى. كل يوم في مكان وفلان مضيفينك وفلان مستقبلينك. احنا ويننا؟ ما لنا رب. قسما بالله الربع لعن والده والديك. استغفر. وكاتب لي بالاخير تراني اتشاقى معك بالكلمه، بس الله يرحم والديك هذا رقمي، الا تتغدى ولا تتعشى وتعطيني موعد. مجموعه كثيره تقول محمد روح للزبير، ربعنا والناس اللي راحوا من نجد وعاشوا في الزبير. اقول لهم ابشروا ان شاء الله، عندي دعوه، والشيخ كاظم الصرايفي يقول حياك الله، وغيره من المضايف هناك ما شاء الله تبارك الرحمن يرحبون ويهللون ويقولون ارحب تعال حياك. فان شاء الله راح تكون في تغطيه كامله بمشيئه الله في ضيافهم وعند الشيخ شخصيا، وبناخذ منه معلومات وبناخذ من عنده اخبار طيبه وعن روحتهم من نجد الى يومكم هذا ان شاء الله. انتظروا بس وابشروا. في موضوع في قلبي صراحه ودي اتكلم فيه بصراحه، اللي انا قاعد اشوفه من شباب اهل المحافظه الله يعطيهم العافيه. المواقف اللي انا شفتها قسما بالله العظيم تدمع العين لها. العالم عارفين هنا ايش يسوون في البصره، شبابها ايش يسوون. العالم هنا كله متطوع عشان البطوله. قسما بالله العظيم كل شخص اقابله يقول احنا متطوعين مجاني نخدم المحافظه وبنساعدها باي شيء. الرسامين تلقاهم في الشوارع يرسمون، سفراء النظافه اللي ينظفون الشوارع شباب تخيلوا شباب اعمار الصغار ينظفون يخدمون هالمحافظه هذه. قلت لهم ليش؟ قالوا احنا بيجونا الخليج. قسما بالله هذه كلمتهم، بيجونا الضيوف كيف نستقبلهم؟ لازم يشوفون المحافظات طيبه، ولازم يشوفون الامور زينه، ولازم نخدمهم. فالبعض منهم حبيت اني امزح معه واقول يعني تشتغل مجاني؟ قال لي مجاني، وكانه زاري علي. يعني كيف؟ ليش مو مجاني؟ مو بديرتنا؟ مو محافظتنا؟ نبي نطلعها باحسن صوره. بصراحه شيء جدا جميل. والاغرب من هذا على طاري اهل الزبير، امس كانت عندي دعوه في الملعب واحنا طالعين من الملعب لقيت شباب ما شاء الله طالعين يمشون. فانا طلعت طفى جوالي فقلت خلني اروح اخذ لي تاكسي لان اللي وعدته ما اقدر ادق عليه مره ثانيه. فهم رايحين معي واحنا نمشي قمنا نسولف. قلت له انتم من وين؟ قالوا احنا من الزبير. وحياك الله دامك سعودي الا تتغدى ولا تتعشى عندنا. فاتعذرت من عندهم فقلت لهم تشتغلون هنا؟ قالوا لا احنا نجي من الزبير يوميا عشان نشتغل تطوعي للبصره وفي بطوله الخليج. الربع بيجون والجماعه والناس بتجي ونبيهم يشوفون. قلت تجون يوميا من الزبير؟ قال لي والله نجي يوميا. قلت زين حتى التكاسي الان اللي بتركبونها على حسابكم؟ قالوا على حسابنا بخير يا طير. ايه نجي على حسابنا ونروح على حسابنا وندفع بعد في اي شيء عشان تنجح البطوله هذه. تبغون هذا الكلام؟ غير هذا الكلام شيء. قسما بالله العظيم حبيت الناس اللي هنا بشكل غير طبيعي في تعاونهم. الجميع تعرفون معنى الجميع؟ انا قلت بس فئة بسيطة. فئة الاعلاميين اللي تقابلت انا معاهم امثلة كثيرة. اولهم اخوي علي اليوسفي يقول لي عادي، قاعد يروح المحل ويدفع على حسابه ويصلح ويشتغل يقول عادي. ليش؟ هذه بطولة الجميع. ان شاء الله ان نرتقي للافضل وتكون خير علينا وخير على محافظتنا. انا اقول الشعب العراقي عامة وللبصرة خاصة الله يقويكم وشكرا على ما تفعلونه. قسم بالله العظيم شيء سجل في التاريخ. انتم اساسا مصدر التاريخ كامل، فالله يقويكم. وصدقني يعني ان شاء الله من خلال رسالتي هذه ان العالم كلها تسمع ايش قاعد يسوون اهل البصره. هذا ترى من غير كرمهم، من غير كرمهم. وانا هذه رساله للخليجيين لما يجيك احد بالبصره يقول تعال معي لا تروح، لانه بياخذك اول شيء على البيت، بيضيفك غصب، بيكرمك، بيقول تعال لا تعال ابشر وتعال هذا بيتك وهذا فراشك وتنام عندي واللي تبغى. هذا اولا. تروح في مكان معهم المطعم ولا شيء
خلاص هم عندهم اتفاقية العراقيين كلهم ما شاء الله، تدخل طال عمرك حتى صاحب المطعم صاحب المحل التجاري اللي انت داخله ما راح ياخذ منك ولا ريال او ولا دينار، او يشوفك يقول لك خطار تبيني اخذ منك، ما اخذ منك، اخذ يا من الرجال هذا ولا مجاني يروح. والله العظيم ما حتى ما انا انحرج اوقات لما اجي حاسب يقول لك توكل على الله. الله يعطيهم على قد نيتهم، والله يقويهم ونشوف بلدهم من افضل البلدان ان شاء الله. نشوف بصرة الخير ترجع بتاريخها وتراثها. انا الان في المشتل، وهذا المشتل مجهز اموره لبطولة الخليج. لما كنا الان نتكلم عن العمل التطوعي راح نوريكم شو مسوين في الشارع هناك، بس الان قلنا ناخذ تغطية داخلية على السريع. هذا المشتل جاهز مجهز الاعلام الخليجية والجلسات والدنيا، ويقول للخليجيين حياكم الله اي وقت تفضلوا، والمشتل مشتلكم وبخدمتكم في كل حاجة، ومركبين ومنصبين الخيام والجلسات للناس. المشتل عندهم كافي واكلات خفيفة، وهذا يفتح دائما من بعد صلاة العصر للناس اللي تجي وتتقهوى وتتفرج وتشوف هالمشتل بجماله. التقينا وما جمعتنا إلا لندن، التقينا وما جمعتنا. هذه من تبرعات صاحب المشتل اللي تشوفونها على الشارع العام، تجهيزات لبطولة الخليج. الله يعطيه العافية إن شاء الله ويقويكم. هذه إن شاء الله اليوم كله راح تركب. أنا عجبتني اللوحة هذه، حي الله عيال العم، هذه خاصة للبحرين. أما السعودية الدار دارك، الدار دارك يا الأخضر. سلطنة عمان فعلا يا حبايب نورتوا. شكرا لقناة جنوب العراقية على هذه الاستضافة، وأتمنى أني كنت ضيف